متواجدون أمام مقر وزارة التربية الوطنية، أين يجتمع ممثل وزيرة التربية الوطنية السيد شايب بدراع مستشار الوزير رفقة نقابات القطاع، كل نقابة على حدة. اجتماع الآن سبقه اجتماع الفترة الصباحية الذي جمع وزيري التربية والعمل رفقة 4 نقابات، فيما اختارت 6 نقابات أخرى الاجتماع في مقر الأنباف أين تقرر عدم المشاركة. اجتماع الآن حسب النقابات لا يعني حسبهم مقاطعة الإضراب أو الامتناع عنه، وإنما هو إن صح القول هو سابق أو متأخر عن أوانه، لأن الإشعار بالإضراب قد برمج يوم 9 أكتوبر. ولمزيد من التفاصيل يحضر معنا الآن السيد مزيان مريم. سيد مزيان مريم، يعني الاجتماع الآن جمعكم مع ممثل وزيرة التربية الوطنية السيد شايب بدراع، يعني هل وفقتم أو توصلتم إلى حل يرضي كل الأطراف؟ شكرا. أولا هذا يعني طبقا للأحكام الموجودة لقانون 90/02 اللي يتكلم على الإضراب. بعدما يتحط الإشعار بالإضراب يجب أن يكون اللقاء ربما لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة في الإشعار بالإضراب، ولكن من البداية على بالنا أن الملفات المطروحة في الإشعار الإضراب يعني تخص الحكومة وليس وزارة التربية. سيد مزيان مريم، يعني ما رأيكم يعني في أنه النقابة الوطنية لعمال التربية يعني تقرر المشاركة في هذه الأثناء؟ بعض النقابات يعني عادت عن رأيك، ما هو تعليقك؟ كاين النقابات غير معنية بالإضراب، وكاين النقابة معنية بالإضراب وشاركت. أما الأغلبية اللي قطعت اللقاء الصباح هي النقابات اللي داعت إلى الإضراب 17 18 24 25. إذن احتراما أيضا للتكتل لجميع النقابات الموجودة، لماذا وزارة العمل لا تنظم اللقاء لكي تجمع جميع النقابات المعنية بهذا الإضراب، ثم نحل مفاوضات، نحل اقتراحات، ربما نخرج من هذه الأزمة. السيد مزيان مريم، يمكن القول أن اجتماع الآن الذي تم الآن كان مجرد اجتماع شكلي ولا يحمل أي جدوى؟ أكيد من البداية على بالنا أن الاجتماع يكون شكلي. لماذا؟ لأن الملف الوزيرة التربية وزارة التربية لا تأخذ قرار في هذا الشيء. شكرا. نعم زميلي رؤوف، كما لاحظتم كان هذا أحد مواقف النقابات المشاركة في الاجتماع، التي ترى أن الاجتماع كان مجرد اجتماع شكلي لا يحمل أي جديد للمنظومة التربوية أو للإضراب المقرر بعد غد إن شاء الله. شكرا.